السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي التلاميذ في فيديو جديد تحت عنوان أنواع الفاعل وكيفية إعرابه. لاحظوا معي هذه الجمل: كتبت إسراء قصة، كتبت قصة، كتبت قصة. أولا، ما نوع هذه الجمل؟ هذه الجمل هي جمل فعلية. لماذا؟ لأنها ابتدأت لنا بأفعال، وقلنا بأن الجملة الفعلية هي التي تبتدئ بفعل وتتكون من فعل وفاعل أو فعل وفاعل ومفعول به، أي أن الفاعل هو أساسي في الجملة الفعلية، فلا توجد جملة فعلية بدون فاعل. وقلنا بأنه لكي نستخرج الفاعل يجب أن نطرح السؤال من. تعالوا معي نستخرج الفاعل في هذه الجمل. الجملة الأولى: كتبت إسراء قصة. إذن الكلمة الأولى في الجملة الفعلية هي الفعل. إذن كتبت هي الفعل في أي زمن؟ زمن الماضي. من التي كتبت؟ إسراء. إذن إسراء هي الفاعل، هي التي قامت بالكتابة. جيد. كتبت إسراء ماذا؟ كتبت إسراء قصة. إذن قصة هي إجابة عن السؤال ماذا، وهي مفعول به. إذن الجملة الأولى تكونت من فعل، فاعل، مفعول به. جيد. نعود للفاعل. هل الفاعل هنا جاء ظاهرا لنا في الجملة، أي نلاحظه ونقرأه وهو مكتوب في الجملة، نتلفظ به في الجملة، أم هو مختفي غير ظاهر؟ إذن هنا الفاعل جاء، ما هو نوعه؟ هل هو اسم فعل أم حرف؟ هو اسم. جيد. اسم لبنت، اسم لإنسان. جيد. إذن الفاعل هنا جاء اسما ظاهرا. نمر للجملة الثانية: كتبت قصة. نطرح السؤال من. إذن الفعل هو كتب. من الذي كتب قصة؟ إذن قصة هنا لم تتغير، هي المفعول به، هي التي تمت كتابتها. إذن السؤال المطروح هو من الذي كتب القصة. إذن لاحظوا معي هذا الفعل كتبت. كتبت، من الذي كتب؟ كتبت أنا التي كتبت قصة. إذن أين هو الفاعل؟ الفاعل هو أنا. كتبت أنا قصة. إذن ما هو الحرف الذي يعود علي أنا؟ هو هذه التاء. كتبت، هذه التاء هي الزائدة، هي التي أضفناها للفعل، فأصبح المقصود منه أنني أنا التي قمت بكتابة القصة. إذن كيف جاء الفاعل هنا؟ هل جاء اسما وظاهر في الجملة؟ لا. إذن كيف جاء؟ إذن جاء على شكل حرف متصل بماذا؟ متصل بالفعل. إذن هنا نقول بأن الفاعل جاء ضميرا متصلا بالفعل، والذي هو هذه التاء تو. في الجملة الأخيرة: كتبت قصة. كتبت قصة. إذن في الأول قلنا كتبت من؟ إسراء قصة. هنا كتبت قصة. من هي التي كتبت قصة؟ إذن الفاعل غير موجود. هل هناك حرف يعود على الفاعل؟ إذا لا. فستقولون لي هذه التاء زائدة، سأقول لكم لا، هذه التاء هي للتأنيث. كتب للولد للمذكر، كتب أحمد قصة، وكتبت إسراء قصة. بل تلك التاء التي تكون ساكنة تدل فقط على المؤنث. إذا هنا كتبت، من التي كتبت قصة؟ إذا لا يوجد الفاعل. وقلنا بأن في الجملة الفعلية لا بد من أن تتكون لنا من فعل وفاعل. إذا لا بد وأن يكون الفاعل موجود. إذا فأين هو الفاعل؟ هنا نقول بأن الفاعل جاء ضميرا. هل هو ضمير متصل بالفعل؟ لا، بل هو ضمير مختفي. نقول ضمير مستتر. تقديره من؟ تقديره كتبت. كتبت، من التي كتبت؟ هي
الضمير المناسب مع كتبت هي، إذا نقول ضمير مستتر مختفي تقديره هي. ومن هنا نستنتج بأن الفاعل يأتي على 3 صيغ: إما يأتي اسما ظاهرا لنا في الجملة: أكل أحمد تفاحة، خرج الولد من المدرسة، يأتي اسما وظاهر مكتوب لنا في الجملة، أو ضميرا متصلا أي حرف يتصل بالفعل يعود على الفاعل، أو ضميرا مستترا. فلنمر الآن لطريقة إعراب هذه الجمل. نبدأ بالجملة الأولى: كتبت إسراء قصة. كتبت، إذا كتب فعل ماض مبني على الفتح الظاهر على آخره، وهذه التاء كما ذكرت سلفا فهي والتاء تاء التأنيث الساكنة لا محل لها من الإعراب، لا تعرب أبدا، فهي للمؤنث، نقصد بها مؤنث. إسراء فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. قصة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. نمر للفاعل ضمير متصل: كتبت قصة. كتب، كتب فعل ماض مبني على السكون الظاهر على آخره. وتو أي التاء، إما نكتب التاء أو نكتب تو نقطتان، ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. دائما الضمائر المتصلة التي تأتي فاعل تعرب هكذا: ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. وقصة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. نمر للفاعل ضمير مستتر: كتبت الدرس. إذا قمنا بحذف الفاعل. إذا كتبت، كتب فعل ماض مبني على الفتح الظاهر على آخره. تاء قلنا بأنها تاء التأنيث الساكنة لا محل لها من الإعراب، وقلنا بأنه لا بد من وجود الفاعل. إذا دائما إذا كان الفاعل ضميرا مستتر نذكر هذه الجملة: والفاعل ضمير مستتر تقديره من؟ كتبت هي، إذا تقديره هي. وقصة لا تتغير، دائما إعرابها مفعول به منصوب. نمر الآن إلى الضمائر المتصلة التي تأتي فاعلا، أي الضمائر المتصلة التي إذا رأيناها ملتصقة ومتصلة بالفعل نعلم بأن الفاعل في هذه الجملة هو فاعل ضمير متصل. أولا لدينا التاء المتحركة، مثل ماذا؟ مثل مثلا عندما أقول خرجت، خرجت أنت، أو خرجت أنا، أو خرجت أنت، أو خرجتما أنتما، أو خرجتم أنتم. إذا هذه التاء تسمى التاء المتحركة، تا تو تي. ثانيا مثل فعل خرج أو خرجتا. من هما اللذان خرجا؟ إذا هنا لدينا الحرف المتصل بالفعل هو هذا الألف. إذا هذا الألف على من يعود؟ يعود على الضمير هما خرجا أو هما خرجتا. إذا هذا الألف يعود على اثنين، سمي ألف الاثنين. الضمير الثالث لدينا الدالة على الفاعل أو على الفاعلين، مثلا خرجنا، هذه هنا تعود على من؟ تعود علينا نحن، نحن خرجنا. إذا تسمى الدالة على الفاعل أو على الفاعلين. لدينا أيضا واو الجماعة، مثل ماذا؟ مثل خرجوا. إذا هنا لدينا هذه الواو تعود على من؟ تعود على هم خرجوا، تسمى واو الجماعة. ثم لدينا خرجنا. خرجنا الضمير المناسب مع خرجنا هن خرجنا. إذا هذه النون التي جاءت متصلة بالفعل تسمى نون النسوة، هن خرجنا. وآخر ضمير هو ياء المخاطبة، مثلا أخرجي، أنت خروجي، ياء المخاطبة، أو أنت تخرجين. إذن هذه الياء تعود على الضمير أنت، تسمى ياء المخاطبة. جميع هذه الضمائر إذا اتصلت لنا بالفعل وجاءت فاعلا تعرب ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل.
إذا تعالوا معي نعرب هذه الجمل. وزع الأستاذ الجوائز، عاملنا الحيوان برفق، تصدقت على الفقير، شيد عمارة، سافرنا إلى القرية، عاقبوا الكسول. جيد. وزع الأستاذ الجوائز. وزع فعل ماض مبني على الفتح الظاهر على آخره. من هو الذي وزع الجوائز؟ الأستاذ. إذن الأستاذ فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. الجوائز مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. الجملة الثانية: عاملنا الحيوان برفق. أين هو الفعل؟ الفعل هو عامل. من الذي عامل؟ نحن عاملنا من؟ الحيوان. إذا هنا كيف جاء الفاعل؟ هل جاء اسما ظاهرا مثل الجملة الأولى؟ لا، بل جاء، انظروا دائما نجرد الفعل من أحرف الزيادة. إذا الفعل هو عامل، ولمعرفة أصل الفعل دائما نعيده إلى الماضي مع الضمير هو. إذا الفعل هو عامل. من الذي عامل؟ نحن. إذا الذي يدل ويعود على الضمير نحن هو هذه نا. إذا هنا جاء الفاعل ضميرا متصل بالفعل على شكل نا. نمر لإعراب هذه الجملة. عامل فعل ماض مبني على ماذا؟ على السكون الظاهر على آخره. أو نقول والنون ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. جميع الضمائر التي تتصل بالفعل وتأتي فاعلا تعرب هكذا. عاملنا من؟ عاملنا الحيوان مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. نكمل الجملة. برفق، الباء حرف جر، ورفق اسم مجرور بماذا؟ بالباء، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. الجملة الثالثة: تصدقت على الفقير. أين الفعل؟ الفعل هو تصدق. من الذي تصدق على الفقير؟ إذا أنا. ما الذي يبين لنا على أنني أنا من قمت بالتصدق على الفقير؟ إذا هي هذه التاء تعود علي أنا، تاء المتحركة. إذا تصدقت على الفقير. إذا كيف جاء الفاعل هنا؟ جاء ضميرا متصل ملتصق بالفعل. إذا فتصدقت تعرب تصدق فعل ماض مبني على السكون الظاهر على آخره، والتاء ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل على حرف جر، والفقير اسم مجرور. نمر للجملة الرابعة. شيد عمارة. أين الفعل؟ الفعل هو شيد. من الذي قام بتشييد العمارة؟ الفاعل غير موجود. هل جاء على شكل ضمير ملتصق ومتصل ويمسك لنا بالفعل؟ إذا لا، فأصل الفعل هو شيد. إذا هنا أين الفاعل؟ إذا الفاعل جاء ضميرا مستترا أي مختفيا. تعالوا معي نعرب هذه الجملة. شيد فعل ماض مبني على الفتح الظاهر على آخره. إذا لم يكن الفاعل ظاهرا أو ضميرا متصلا نضيف هذه الجملة. والفاعل ضمير مستتر تقديره من؟ ما هو الضمير المناسب مع شيد؟ هو. تقديره هو. عمارة تعرب مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. سافرنا إلى القرية. أين الفعل هنا؟ الفعل هو سافر. من الذي سافر إلى القرية؟ إذا انظر، سافرنا. من؟ هن سافرنا. إذا هنا ركزوا معي، هنا لدينا نون نسوة وليس نا دالة على الفاعلين. إذا سافرنا من؟ هن إلى القرية. إذا هنا الفاعل جاء ضميرا كيف هو؟ متصل بالفعل يعود على هن. إذا نعرب أيضا هذه الجملة.
سافر. سافر فعل ماض مبني على السكون الظاهر على آخره، والنون كيف هو؟ ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. إلى حرف جر، والقرية بطبيعة الحال هو اسم مجرور بإلى، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. نمر للجملة الأخيرة. عاقبوا الكسول. عاقبوا الكسول. أين الفعل؟ الفعل هو عاقب، مصرف مع أي ضمير؟ مع هم عاقبوا الكسول. أين هو الفاعل في هذه الجملة؟ هل جاء ظاهرا؟ هل تبين لنا وظهر لنا الفاعل الذي قام بمعاقبة الكسول؟ لا. هل جاء مستترا؟ لا. إذا ماذا تلاحظون هنا؟ تلاحظون بأن الفعل جاء متصلا بضمير، وهذا الضمير هو واو الجماعة. هم عاقبوا الكسول. جيد، نمر لإعراب هذه الجملة. لدينا عاقبوا، إذا هنا قبل الواو ماذا لدينا؟ لدينا ضمة، إذا تعرب فعل ماض مبني على الضمة الظاهرة على آخره أو على الضم. لماذا؟ لاتصاله بواو الجماعة، وهذه الواو ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. الكسول مفعول به منصوب. نمر لتطبيق السؤال الأول. أعوض الفاعل الظاهر بضمير متصل في الجمل الآتية. جميع هذه الجمل فاعلها هو اسم ظاهر. أريد منكم أن تحولوه لي إلى ضمير متصل بالفعل. حلق الطائران عاليا مثلا، ماذا سأقول هنا؟ أين هو الفاعل؟ الفاعل هو الطائران وجاء مثنى، فلنقم بتحويله إلى ضمير متصل. ماذا سنقول؟ سنقول حلق عاليا، وسنقوم بحذف الفاعل، وهنا سنضيف ألف الاثنين. الآن أكملوا باقي الجمل لوحدكم. نجح التلميذ في الدراسة، صام المسلمون رمضان، حرثت الفلاحات الأرض. السؤال الثاني، أعربوا ما يلي. أنجزت الواجب، سمع الرجل خبرا، شاهد مباراة، أكلنا تفاحة. أتمنى أن أكون قد أفدتكم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وشكرا جزيلا لكم.